السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في قناة مريم. ان شاء الله النهاردة هعرض معاكم بعض مشترياتي، هو جزء منها للتنظيم وجزء منها للمطبخ، وان شاء الله يا رب يعجبوكم وهدخل في الفيديو على طول عشان ما اطولش عليكم. في الاول جبت اللي هما المنظمات دولت، هما بصراحة في ناس بتستخدمهم للمشابك، انا جايباهم عشان شربات ابني بدل ما تبقى في، بصراحة انا حطها له في زي كيس صغنطوط كده وبيتقفل، بس هو بصراحة بيحب كل شوية يبهدلهم في الارض، فانا قلت ايه اطبقهم هنا، بحيث انا بطبق الشربات بطريقة صغيرة كده ما بتاخدش مساحة ونفس الوقت تاخد لي كمية كبيرة. فجبت دولت، فده الواحد منه كان عامل 10 جنيه. جبت برضو هنا معايا المنظمات دولت، انا جايباهم بصراحة عشان انظم بيهم التلاجة والفريزر. اللونين دولت بصراحة عجبوني جدا، كان فيه بطيخي وكان اللي هو البني والبيج دوت. البني بصراحة عجبني جدا، بس ما يعني كنت عايزة اجيب الاربعة بني بس ما كانش فيه. ده الواحد منه كان ب16 جنيه. ده ممكن تحطي فيه بطرمانات مثلا، تكتبي عليه من بره توابل بحيث ان انت تفتحي الرف وتسحبي منه على طول. اي استخدام بصراحة، يعني جمال جدا يعني حلوين. جبت طبعا الشمع ده مستغناش عنه، في كل ما انزل بجيب شمع بحيث ان انا اي فكرة تيجي في بالي اي حاجة بحب استخدمه منه على طول. ده الواحدة كان ب1.5 جنيه، في محلات تانية بتبيعه ب3 جنيه. دوت القطاعة دي انا جايباها بصراحة لان بدأت بقالي فترة كده يعني بحاول استبدل اكل الغير صحي باكل صحي، يعني مثلا كنت بحب البطاطس المحمرة، حبيت اعملها في الفرن كده بحيث ان انا اقطعها بيها على طول وحلوة. ممكن دي تستخدميها كمان للتفاح، بس نصيحة مني لو هتقطعي البطاطس ديت ما تقليهاش لان بتقطعها تخين. هي البطاطس اللي في الفرن بتبقى حلوة لو تخينة شوية، لكن لو هتقليها لا، ما تقطعيش بالقطاعة دي. جبت الفوطة، طبعا دي انا بعشقها. الفوطة ديت مايكرو فايبر، بصراحة رائعة جدا، يعني مثلا تصفي عليها الاطباق، تصفي عليها مثلا تحطيها على الحوض بحيث ان انتي ما تغرقلكيش الارض ميه وكده. ممتازه، انا جايبه بصراحه قبل كده كذا واحده ومخليها لكل واحده استخدام، وتنظيفهم سهل جدا، بحطهم كلهم مع بعض في الغساله. بصراحه بيرجعوا زي الفل. الفوط دي بصراحه انا كل ما اشوفها مش عارفه بجيب منها، عجباني قوي. هما صغيرين جدا وقطن كده تحسيها. دي خلي بالك لو انت هتجيبي منهم هتلاقي نوع خشن كده ونوع ناعم، بصراحة انا عجبني الناعم ده جدا، حلو قوي. معلش نسيت اقول لكم الفوطة الكبيرة ديت ب7.5 والقطاعة ب7.5، والفوط دولت الخمسة ب10 جنيه. تمام، حلوين جدا على فكرة الفوط دي. جبت زي سبونشات كده او ليف، هو بصراحة زمان كانت بتباع خشن عن كده، المرة دي حسيته ناعم شوية. جايباهم بصراحة للكوبايات، يعني انا بخصص اطلع منهم كل فترة بس للكوبايات. تمام. دي بقى انا جايباها بصراحة، بحب اي حاجة بصراحة تسهل عليا التنظيف وتحببني في التنظيف، يعني بحس ان يعني ما تستخسريش اي حاجة، هتحس ان هي تشجعك ان انت تقومي تنظفي، او ان انت تسهل عليكي حاجة معينة فما تستخسرهاش ابدا. دي انا حبيت اجيبها بصراحة، بتتلبس كده في الايد، وجبتها عشان مثلا عندي البلكونات بتاعتي الموتيل، فحبيت ان انا ابقى مثلا بالبخاخة كده سريعا وبايدي ايه اعمل بيها على طول. دي ب7.5. الجوانتي ده طبعا حبيب قلبي مبستغناش عنه. انا الجوانتي بصراحة ليا قصة مع الجوانتيات، كنت كل شوية مثلا نجيب علبة اللي هي جوانتي اللي هو اللي عارفينه ده بتاع العيادة ده. فما يعني ما كان عايز مثلا كنت كل شوية اجيب لي علبة مثلا، وكان كل شوية بقى بيزيد سعره. و كنت بجيب اللي هو ب5 و7 جنيه، ده بصراحة ما كانش بيستحمل، كان يومين 3 بالكتير كان بيتقطع مني. ده بصراحة قلت الراجل عايزة خامة تبقى بجد كويسة جدا وما تتقطعش، يعني تبقى تستحمل شوية. هو كله بيتقطع بس يعني تستحمل على الأقل شوية. دي خامتها حلوة جدا، ونفس الوقت طويلة ازاي، بحيث ان هي ما تدخلش صابون او اي مية على ايديكي،
ونفس الوقت لو هتغسلي بوتاجاز، هتغسلي شفاط، هتغسلي اي حاجة، الحاجات دي بصراحة ممتازة، بتحافظ على ايديكي ومش غالية، دي ب14 جنيه. جبت المفرش ده بصراحة، جبته ان شاء الله رمضان كده، كل سنة وانتوا طيبين، وان شاء الله يا رب يبلغنا رمضان واحنا في احسن حال. المفرش ده جاي كده بالطول، اللي عجبني فيه ان هو دبل فيس، ان هو شكلين. وقلت بحيث ان انا يعني في رمضان كده بدل ما افرش على جرايد وكده، استخدم المفرش ده، حلو يعني، شكله حلو وكمان عملي، وهو اصلا خامته ووتر بروف كده، بحيث انه يتنضف بسهولة. اخر حاجة بقى جبتها طبعا، عشان انا لسه بقول لكم استبدلت اكلي كده، ان شاء الله بحاول اكل الاكل الصحي، فدي جايباها بصراحة عشان العيش السن بيبهدل لي بصراحة، ردته بتبهدل الدنيا، فحبيت ان انا اجيب دوت بوكس، او على فكرة كبير قوي، مش عارفة باين عندكم ولا لا، بحيث ان هو يقفل كويس على العيش، ما يطولهوش اي سوس او اي حاجة، ونفس الوقت يبقى يبين لي العيش مثلا قرب يخلص او لا، بحيث ان انا اجيب اول ما قبل ما يخلص وكده. ده كان عامل 47 جنيه. وعايزه اقول لكم نصيحه دلوقتي، بقت الدنيا غريبه جدا، يعني حاولوا لما تجيبوا الحاجه، حاولوا لو هتقدروا تبصوا في مكانين تلاتة، لان دوت لقيته في محل بحاجه و80 جنيه، في محل تاني لقيته ب52 جنيه، في الاخر جبته ب47 جنيه، فمش عارفه اقول ايه يعني. فان شاء الله كده، لو حبيتوا النوع ده من الفيديو ياريت تدعموني وتكتبولي في الكومنت تحت. حابين تسألوا على اي مثلا سعر اي حاجة تاني او مكانها، ياريت تكتبولي في الكومنت تحت. وشكرا لكم، مع السلامة.